نوال الكويتية قيثارة الخليج لم تجازف مثل بعض الفنانين، بل هي مؤمنة بالطرب الأصيل وما تزال متمسكة. هل فعلا ما تزال متمسكة؟ الله يمسيها بالخير. اليوم أم حنين واحدة من الفنانات اللي أنا بديت معاهم مشوار حلو من أيام كان ودي نلتقي، وعرفت قدري عندهم، والغريب إني أعاني وأذكر، يعني مجموعة أعمال. يعني أنا بالنسبة لي هي إضافة. أول ثنائي كان أول ديو بين عبد الله رشاد ونوال في وقتها، وأخذ حظ كبير وقتها الحمد لله يعني. ونوال إن شاء الله يعني في ألبومها القادم بحول الله أم حنين يعني يكون في تعاون يا رب إن شاء الله. أنا من الفنانات اللي أحترمهم كثير، وأعتقد أنها لا تزال يعني هي سيدة الطرب في الخليج يعني كامرأة.